السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. وصفتنا لليوم هي وصفة سهلة جدا لتبييض البشرة، وكذلك العنق رائعة جدا ومجربة ونتائجها جد رائعة. يعني ستلاحظون الفرق من الأسبوع الأول. سنحتاج في المقادير إلى قشور موزة واحدة، سنحتاج إلى دقيق القمح الصلب أو دقيق الفينو، هذا هو شكله. يمكن تعويضه بدقيق الأرز ومسحوق الأرز. سنحتاج إلى قطعة صغيرة من الليمون الحامض بقشورها. سنحتاج إلى حبة بطاطا صغيرة بقشورها مسلوقة. سنحتاج إلى كأس صغير غير مملوء من الحليب، يعني كأس شاي صغير. سنحتاج إلى ملعقتين صغيرتين من العسل الطبيعي. سنبدأ في الطريقة الكهربائي. سنضع المكونات، يعني قشور الموز، الحليب، حبة البطاطا، قطعة الليمون الحامض. لمن يعاني من حساسية ضد الليمون الحامض فيمكن الاستغناء عنه واستعمال ماء الورد أو كذلك قطعة من البرتقال. سأضع الدقيق، الآن سأضيف ملعقتين من العسل. هذا الماسك رائع جدا، يعمل على تبييض البشرة وكذلك محاربة التجاعيد، ويساعد على شد البشرة. رائع جدا ومن تجربتي الشخصية. بعد أن وضعت المكونات في الخلاط الكهربائي سأقوم الآن بخلط المكونات. بعد أن قمت بخلط العناصر أو طحنها في الخلاط الكهربائي أحصل على هذا المزيج، لونه بني ويكون نوعا ما غليظ القوام. أخذ منه كمية المراد وضعها على الوجه والعنق، يعني الكمية الكافية. وأقوم بالاحتفاظ بالباقي في الثلاجة لمدة تقريبا 3 أيام إلى 4 أيام. هذه هي مدة صلاحية هذا الخليط. نحفظه في الثلاجة وفي قنينة زجاجية مغلقة أو محكمة الإغلاق. نأخذ الكمية المراد استعمالها أو الكمية الكافية، نضعها على الوجه وكذلك على العنق لمدة نصف ساعة. تستعمل هذه الوصفة يوميا. أضعها بهذه الطريقة على الوجه، يمكن استعمال فقط الأصابع وكذلك يمكن استعمال الفرشاة بهذه الطريقة على الوجه وكذلك العنق. نضعها على الوجه مع الابتعاد على دائرة العينين. نتركها حتى تنشف ونقوم بتقشير هذا الخليط من الوجه وكذلك العنق. ثم نغسل الوجه أولا بالماء الفتير ثم الماء البارد، ثم نمرر قطعة ثلج على البشرة. ستلاحظون باستعمال هذه الوصفة أو هذا الماسك يوميا ستلاحظون الفرق من الأسبوع الأول. فرق واضح جدا. ستحصلون على بشرة بيضاء وكذلك خالية من التجاعيد، أو يعني بشرة بدون تجاعيد أو مشدودة، وكذلك بشرة نضرة. عند تجربة الماسك ستلاحظون الفرق بأنفسكم. نترك الوجه لمدة نصف ساعة حتى ينشف الخليط على الوجه ونقوم بتقشيره. بعدما ينشف الخليط أو الماسك على الوجه نقوم بتقشيره بحركات دائرية بهذه الطريقة، يعني برفق بحركات دائرية على الوجه وكذلك العنق.
حتى نتمكن من تقشير البشرة. يستعمل هذا القناع أو هذا الماسك يوميا، يعني كل ليلة، يعني يحسن استعماله في الليل وليس النهار لاحتوائه على الليمون الحامض. فعلا بعد أسبوع من هذا الماسك أو هذه الخلطة ستلاحظون تغير رائع جدا في البشرة، ستحصلون على بياض رائع، يعني بياض ملحوظ. ستلاحظون تفتح لون البشرة، يعني لون البشرة سيتفتح أكثر، وستلاحظون أيضا نعومة ورطوبة، وكذلك سيعمل على شد البشرة وتقليل التجاعيد. أتمنى أن تنال وصفة اليوم إعجابكم. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر أعجبني، وكذلك الاشتراك بالقناة للتوصل دائما بالجديد، ولا تنسوا ترك تعليق. وشكرا على المتابعة.